السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم. النهاردة أنا جايبالكوا حاجات حلوة كتير. جايبالكوا كل أنواع السمك، سمك بولتي وكمان رنجة وكمان راشيل. احنا عملنا السمك البولتي وعملنا الراشيل قبل كده، يبقى هندخل على الرنجة. هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، خليكم معايا. ايه رأيكم في الرنجة؟ جهزنا الطلبات اللي مع الرنجة علشان تفتح النفس، وهي لوحدها كده تفتح النفس ولذيذة. هناخد الرنجة، هنفتح الورقة بتاعتها وهنشويها على النار. الله على ريحة الرنجة، خطيرة. أنا بحب الرنجة المغلفة ديت، مضمونة أحسن من الرنجة السايبة. هنمشي الرنجة كده على عين البوتاجاز من فوق، لغاية لما الجلد يفصل، وبعد كده هنشده. شايفين الجلد بتاع الرنجة فتح لوحده، بيتقشر كده لما بمشيها على النار. ايه رأيكم؟ هي سهلة وبسيطة خالص. ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. هقشر الرنجة كده، هطلع القشرة دي كلها كده، وسهلة خالص وبسيطة وما بتاخدش وقت. وهقطع الراس وارميها. هي اتقشرت لوحدها، هي حلوة خالص. نضفتها من جوه. دلوقتي هطلع السلسلة، هنزع السلسلة ديت، وحاولت على قد ما اقدر ان انا احوش الشوك دوت. شلت السلسلة وشلت على قد ما اقدر من الشوك اللي جوه. حطيت شوية زيت في الطاسة وهنزل فيها الرنجة واقلبها على طول على الجنب التاني، واقفل عليها النار. يا دوبك شمت النار بس كده، قفلت عليها النار. ايه رأيكم؟ سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت ولا مجهود. دلوقتي هنزل عليها طبق الطحينة اللي انا عاملاه، قد نص كوباية طحينة، وهعصر عليها كمان ليمونتين. ايه رأيكم في الرنجة اللذيذة بتاعتي دي؟ الريحة جايبة لآخر الشارع. اتفضلوا عندنا، وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. تابعوني كمان على باقي المواقع، انا سايبالكوا الرابط في صندوق الوصف. ويهمني رأيكم، اكتبولي في التعليقات ايه احلى وصفة عجبتكم على قناتي. يهمني رأيكم في وصفة النهاردة، وكمان في باقي الوصفات: السمك المقلي والسمك البلطي، وكمان التونة المدخنة في الفرن، وتونة البرطمانات، وتونة الحلة. كل الأنواع الأسماك، مش حرمكم من حاجة. وتفضلوا عندنا. مع السلامة.